بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة اليوم ملاوي دوبل، نجموا تاكلوهم وحدهم وإلا تعدوا بهم الشوربة. عملتهم بحشوة مختلفة، حشوة بكلها خضرة تجي بنينة وصحية، وخاصة اللي وليداتها ما ياكلوش الخضر. جربي الحشوة هذه وهما ما يفيقوش بها في وسط الملاوي. والعجينة عملتها من غير تعب ولا برشا عجنة، عملتها بالبرا وتحصلت على عجينة ما شاء الله مطاوعتني في التشكيل. وتوا تبعوني ما تندموش. على بركة الله. في المرحلة الأولى حطيت ما يقارب 400 جرام سميد أرطب بعد ما غربلته، وحطيت عليهم مغرفة أكل ملح مش معبية، ومغرفة صغيرة سكر، وحطيت على راس المغرفة صغيرة طرف خميرة فورية، معناها نفة من الخميرة، وصبيت عليهم الماء الدافي. وهنا الماء تقديره يكون بالعين، مربوط بنوعية سميد المستعمل، ثم سميد يشرب وسميد لا. يلزم الخليط هنا ما يكونش خاثر ثقيل، يلزم يكون جاري طريف، النجم نخلطوه بالبرا. هنا جبت المكسور وخلطت العجينة مليح مليح، النجم نضرب بالبرا ونرتح العجينة ونبرد البرا، وبعد نرجع نعاود نخلط من الأول وجديد. الحاصل نخلط العجينة للي تولي تتجبد إلى ستيك. إذا ما زلتوا تتبعوا فيا حطوا لي جيم وشاركوا في القناة، اكتبوا لي كومنتير نعرف به انطباعاتكم. بعد ما فعلت مادة الجلوتين في السميد، نبدأ نصب الفرينة بالتدريج وندخلها في العجينة اللي نتحصل على العجينة متماسكة في قوامها. أنا استعملت بريسك نفس كمية سميد. وهذه العجينة اللي تحصلت عليها متماسكة وما هيش طرية، باش بعد الحشو ما يخرجش منها وقت التشكيل. أنا زدت خذيتها على الرخامة وعملت لها هكا ضريبات عجنان باش تجي أحسن وأطرى. وبعد ما لميتها صبيت عليها طرف زيت وحطيتها في ساشي ترتاح. وقت اللي العجينة ترتاح حضرت الحشوة اللي أساسها خضرة. أنا اخترت باش نحط فيها سفناري رابي، قرع أخضر رابي، بصل مقطع جويد، فلفل حلو مقطع جويد، طماطم كعب مقطع مكعبات، والثوم مفروم. الحاصل ما تتقيدوش بكمية معينة متاع خضرة وإلا بنوعيتها، المتوفر عندكم تنجموا تحطوه، وإذا تحبوا نوعية متاع خضرة تخيروها على الأخرى هي اللي تكثروا منها. نحط الخضرة الكل دفعة واحدة في الكسرونة من غير حتى قطرة ماء، نحط عليها شوية ملح وزيت ونفوحها بالمعدنوس ونخليها تتسوطة في عقلها للي تنشف من كل قطرة ماء. وقت اللي الخضرة تنشف نتفقد العجينة متاعي. شوفوا قديش ولات تتجبد بعد ما ارتاحت. نصيحة: العجينة اللي من غير عجنان ما تغلبوهاش كان بالراحة، وخاصة كان تحبوا تعملوها في تي كيما الملاوي وغيرها. ناخذ العجينة ونحطها على الرخامة ونجيب طبق الكوشة نحط فيه كمية من الزيت ونبدأ نشكل فيها كورات. نحاول باش يكونوا متساويين، أنا عملتهم متوسطين إلى صغار على خاطر كل كعبة ملاوي في كرشها زوز صغار. نرصف كرات العجينة ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا، على خاطر قد ما يرتاحوا النتيجة تكون خير. وقت اللي الكرات يرتاحوا نرجع نتفقد الخضرة متاعي اللي نلقاها نشفت من الماء اللي سيبته الخضرة. نحطها في قصعة هكا كبيرة طريف باش نبردها، وبعد نزيدها التن اللي يزيد من بنتها.
وتوا يلا نشكلوا الملاوي متاعنا، واخزروا قداش شطرت العجينة وولات حاضرة للتشكيل وتتمدد بسهولة على خاطرها ارتاحت بالباهي. نحل الكورة على شكل مستطيل ونحط في الوسط بالضبط طرف هريسة، وهذا اختياري. وبعد ناخو طرف من الحشو اللي يبرد تماما ونحطه في شكل مربع صغير فوق الهريسة، ونضيف له جبن موتزاريلا رابي، وبعد نرجعوا عليه العجينة من الأطراف الكل كما تشوفوا في الفيديو. وبعد نخليها هكا جانبا وناخذ كرة أخرى ونحلها بالباهي، ونحط في وسطها الكرة الأولى اللي حشيتها، والشيرة الرقيقة هي اللي نحطها من فوق على خاطر باش نحط عليها العجينة ونسكر عليها. إن شاء الله فهمتكم بالباهي. كل كورتين نخدمهم مع بعضهم، واحدة نحط فيها الحشو والأخرى نسكر بها. شوفوا العجينة متاعي قداش مليانة بالهواء، وهذا دليل على نجاح العجينة، على خاطر هيك الهواء من بعد يخلي العجينة متاعنا تجي مورقة، والهواء هذاك كي يسخن وقت اللي نحن نطيبوا فيه يطيب الملاوي من داخل وما يقعدش قلبها معجن. وقت اللي تحضر الكعبة ما نهزهاش مباشرة ونطيبها، رجع نحطها في الطبق ترتاح للي نكمل بقية الكعبات بتاع الملاوي. حتى المبتدئات إذا يتبعوا بالتفصيل الفيديو ينجحوا فيه من أول مرة، خاطر هو حاجة سهلة برشا. بالطريقة هذه تنجموا ما تعملوش فيهم الحشو بالكل ويجوكم ملاوي مورقين وبنان برشا برشا. وانا عاملة في القناة فيديو فيه كيفاش نطيبوا الملاوي مربع ودائري بالتفصيل، نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. وانا خليت الفيديو يختم ووريتكم كعبة اخرى كيفاش شكلتها، باش هكا تنجموا تتبعوا بالتفصيل وتنجحوا في الوصفة. أنا حضرت 4 كعبات بالهريسة، وعملت زوز بلاش هريسة وبلاش جبن، عملتهم كان بحشوة الخضرة كهو. وبعد ما ارتاحوا نبدأ بالكعبة الأولى على خاطر تلقاها هي اللي ارتاحت أكثر من البقية. نحط كمية من الزيت ونحل كعبة الملاوي تو دوسمو بيدي وإلا بالقلقال، ما نخافوش، ونهز نطيبها في الطاجين اللي مسحته بالزيت. كنحلوهم ما نحلوهمش برشا برشا باش الحشوة ما تخرجش، وفي نفس الوقت ما نخلوهمش خشان. بسطوهم بسطة خفيفة في المتوسط هكاكا. والطاجين سخنته على نار متوسطة إلى هادئة باش الملاوي تطيب في حقها، تطيب في عقلها من داخل ومن برا، وتتورق وتاخذ وقتها باش تتورق بالباهي، ونتحصلوا على لون مزيان برشا. وهذوما كعبات الملاوي دوبل جاو بنان ومنظرهم مزيان دوري مورقين يعملوا الكيف. كان الوصفة عجبتكم حطوا لي جيم وشاركوا في القناة، فعلوا الجرس باش كل وين نعمل فيديو جديد تخلط لكم نوتيفيكاسيون. باي.